عرف الموسم الرياضي لسنة 2024 العديد من الأحداث الرياضية البارزة والهامة. البداية بالمنتخب الوطني الجزائري، والذي خيب جماهيره ومحبيه بعد الخروج المدل من الدور الأول كان كوت ديفوار للمرة الثانية تواليا، ما جعل الناخب الوطني السابق جمال بلماضي يغادر العارضة الفنية ليخلفه بعدها البوسني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش رفقة طاقمه الذي قاد المحاربين للتأهل لنهائيات كان المغرب قبل جولتين عن نهاية دور المجموعات، ومنهيا الموسم في المرتبة 37 عالميا. الجزائر والتي تدعمت بمنشأتين عالميتين وهما ملعبي الدويرة وتيزي وزو، والتي تم تدشينهما عن طريق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. في البطولة الوطنية المحلية مولودية الجزائر، والتي أحرزت لقب البطولة المحترفة بعد غياب دام لسنوات عن منصات التتويجات في موسم استثنائي صنع من خلاله يوسف بليلي الحدث. أما الجار شباب الوزداد تربع على عرش الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس الجزائر بعدما أطاح بمولودية الجزائر في النهائي. إلى أولمبياد باريس، والتي كانت فيه البطلة الجزائرية الأولمبية إيمان خليف بطلته بعد الحملة الشرسة التي طالتها من طرف أعداء الجزائر، أين رفع العلم الوطني في 3 مناسبات بعد تتويج خليف ونمور بالذهب، وسجاتي تحصل على البرونزية. إذن هو موسم كان مليئا بالإنجازات الرياضية الجزائرية، على أمل أن يكون الموسم الجديد أحسن من سابقه. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.